السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي، بحبكم في الله. هنعمل النهاردة وصفة حلوة قوي قوي علشان الجو برد، هتدفينا. طريقة سهلة وبسيطة كده جنب الغدا. يلا بينا نخش على الوصفة بتاعتنا. قبل ما نخش على الوصفة، لايك، ولو مش مشتركين معايا في القناة يا ريت نشترك ونفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلكوا اشعاراتنا بكل جديد بننزله. معايا بطاطا انا مقشراها، غسلاها ومقشراها حلو قوي، وحطيتها على النار بكوبايه ميه وكوبايه سكر وسبتها تستوى لغايه اما بقت معايا كريمي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. نزلت عليها بثلاث كوبايات من الحليب. الكوبايه اللي معايا دي بتاخد كوبايتين ونص، ونزلت بنص كوبايه 3 كوبايات من الحليب، ونزلت بثلاث معالق كبار من النشا ونص كوبايه من السكر وظرفين من الفانيليا، واقلب الكلام الجميل ده حلو قوي، يا في الخلاط يا بالهاند بلندر زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة ان انا انعمها حلو قوي زي ما انتوا شايفين كده عشان تبقى كريمي معايا وما يبقاش فيها اي تكتلات. وندوب النشا والسكر والفانيليا، ندوبهم حلو قوي مع البطاطا بتاعتنا والحليب لغاية اما يبقى قوامها كريمي زي ما انتوا شايفين كده. لايك يا جماعة، حطوا لايك حلوين علشان الفيديو الكل استفاد منه. هفضل اضرب فيها لغاية اما تنعم بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه دوت. هنحطها على النار وهنفضل نقلب فيها ايدينا فيها علشان ما تلزقش من الارضية او تعمل قعرية وتشيط وتغير طعمها ويبقى طعمها مش حلو. اهم حاجة ان انا افضل اقلب فيها وايدي فيها، ما سيبش ايدي منها خالص لغاية اما تعمل معايا بابلز وتستوى معايا تماما علشان طعم النشا. ونزلت بمعلقة سمنة بلدي علشان تديلها طعم حلو قوي. ممكن نستبدل السمنة بمعلقة زبدة كبيرة او قشطة، هتخلي لها طعم حلو قوي وهيبقى طعمها غني جدا لو ضفتي الزبدة او القشطة او معلقة السمنة البلدي. معلقة السمنة البلدي بتديلها ريحة وطعم حلو قوي. المتوفر عندك بنضيفه. هفضل اقلب فيها لغايه اما تعمل بابل زي ما انتوا شايفين كده وتستوى تماما علشان طعم النشا ما يخليلهاش طعمها مغير كده وطعمها مش حلو، وتبقى مستويه معايا تماما زي ما انتوا شايفين كده. هنزلها من على النار بعد ما استوت معايا تماما كده. هنزلها من على النار. شايفين قوامها حلو جدا. معايا صينيه بتاعت البسبوسة اكبر صينية، ومعايا بسكوت سادة انا ضربته في الكب حلو قوي، نعمته ونزلت عليه ب3 معالق من الزبدة وسويته في ارضية الصينية بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه دوت. وممكن تستغنوا عن خطوة البسكوت وهتبقى حلوة قوي البطاطا من غير البسكوت. زي ما انتوا شايفين كده فضيت وصفة البطاطا بتاعتنا على البسكوت، وبقيت البطاطا حطيتها في طواجن زي ما انتوا شايفين كده، وفرشة من السمنة البلدي كده على الوش كده علشان تديلها لون. هدخلها تحت الشواية تاخد لون وهتطلع بالقمر اللي انتوا شايفينه دوت. ما شاء الله رهيبة بجد وطعمها حلو قوي. هنسيبها لما تهدى خالص ونقطعها تتقطع معانا. طريقتها سهلة وبسيطة جدا ومش مكلفة وطعمها بجد يجنن. هتدفينا في البرد. حابين تحطوها في التلاجة وتاكلوها باردة بيبقى طعمها برضو حلو قوي. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. وانا كنت عاملة الغدا جنبها رز بشعرية وبسلة باللحمة وبألف هنا، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. من الحلو قوي ان انت تعملي وصفة حلوة قوي جنب الغدا لاولادك تفرحيهم. شايفين ما شاء الله قوامها حلو قوي زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله متماسكة وطعمها حلو قوي احلى من ام علي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوناش باللايك، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.